الفيديو ده عبارة عن محاضرة تعريفية لطلاب كلية حقوق جامعة اسكندرية. فلو انت ترشحت لكلية حقوق جامعة اسكندرية يبقى الفيديو ده هو دليلك الشامل اللي هيجاوبك على اي حاجة متعلقة بالكلية. عشرات الاسئلة عمالة تروح وتيجي في بالك دلوقتي بس مفيش اجابة عليها. انا هحاول من خلال 5 محاور قدامنا على الشاشة اجاوبك على اي سؤال ممكن يجي في بالك. ولو انا نسيت اجاوب على حاجه من اللي موجوده في بالك، كل اللي عليك هتسيب كومنت على الفيديو وهتلاقي التيم بتاعنا داخل يجاوبك عليها بالتفصيل الممل. هنتكلم في الفيديو ده عن هو انا هقدم في الكليه امتى، طيب ايه الاجراءات اللي تحصل معايا، طيب ايه الورق اللي مطلوب مني، طيب نظام الدراسه في الكليه عامل ازاي، طيب ايه هي اقسام الكليه عندنا، هل في تخصصات في كليه حقوق، طيب ايه الفرق ما بين انتظام وانتساب، طيب ايه هي المواد اللي انا هدرسها في الكليه، طيب ايه هي مجالات العمل، وده اخطر واهم سؤال يهمنا. هو انا لو معايا ليسانس حقوق هل لازم اشتغل في المحاماة ولا في عشرات المجالات الاخرى ممكن نشتغلها؟ بس يا ترى ايه هي المجالات دي؟ قبل ما اجاوبك على اي حاجة حابب اعرفك على نفسي. انا دكتور طه سليمان، رئيس مجلس ادارة ليجل هاوس للاعمال القانونية والدراسات القانونية. عايزك تحفظ الاسم ده كويس، ليجل هاوس. ليه؟ علشان هتلاقي التيم بتاعنا واقف مستنيك قدام الكلية مستعد يقدم لك اي مساعدة انت محتاجها. كل اللي عليك ان انت لو قابلت اي مشكلة او اي سؤال عايز تسأله هتروح لاي حد لابس التيشيرت بتاع ليجل هاوس او ماسك العلم بتاع ليجل هاوس وهتسأله على اي حاجة وهو هيساعدك. ولو محتاجني انا شخصيا روح لاي حد ماسك علم ليجل هاوس وقول له انا عايز دكتور طه سليمان، هيوصلك لحد عندي في الاكاديمية. وما تنساش ان انت قبل ما تمشي تاخد الهدية بتاعتك من التيم بتاعنا، ويا رب الهدايا اللي عاملينها السنة دي تكون قيمة وتليق بيكم. ندخل في الكلام على طول علشان ما تزهقوش. اولا حابب اعرفك بالكلية بصورة بسيطة جدا. كلية حقوق جامعة اسكندرية لأول مرة نشأت عندنا سنة 1938. الكلية بتاعتنا فيها 10 أقسام، بس أنا مش هكلمك عن أقسام الكلية دلوقتي. لما ندخل في المواد الدراسية بتاعتنا هنتكلم عن أقسام الكلية بالتفصيل. بس عايزك تبقى فخور إن أنت ملتحق بكلية حقوق جامعة اسكندرية. طيب إيه مصدر الفخر ده؟ أولا عايزك تعرف إن أنت من أعرق الجامعات اللي موجودة في مصر وفي الوطن العربي كله، وده مش كلامي. احنا في اول السنه دي، اول سنه 2024 حصل تصنيف طبقا للويبو ماتريكس ان جامعه اسكندريه هي في المركز الاول محليا، يعني انت رقم 1 على مستوى مصر. جامعة القاهرة من أعرق الجامعات جيت في المستوى الثاني، جامعة عين شمس جيت في المستوى الرابع. يبقى أنت ملتحق بكلية هي المركز الأول على مستوى مصر كلها. طيب وعلى المستوى العالمي احنا رقم 492. بس احنا كده متأخرين، احنا متأخرين بس مش قوي. ليه؟ لأن الإحصائية دي اتعملت ما بين 32 ألف مؤسسة حول العالم، فأنت رقم 492 عالميا من ما بين 32 ألف مؤسسة. افتخر ان انت طالب كلية حقوق جامعة اسكندرية، وهتشوف ان انت لما هتروح بشهادة جامعة اسكندرية في اي حتة بعد كده هتحظى باهتمام وثقة مش موجودة في باقي جامعات مصر. رئيس الجامعة الحالي هو دكتور عبد العزيز قنصوة، لكن عميد كلية حقوق حاليا هو دكتور محمد الفقي. وعايزك تبقى عارف ان عميد الكلية عندك بيتغير كل 4 سنين. ندخل في الجد على طول ونتكلم على إجراءات الالتحاق بالكلية. أول سؤال ممكن يجي في بالك وهو ميعاد التقديم. هو أنا هقدم في الكلية إمتى؟ كل اللي عليك إن أنت دلوقتي هتدخل على الفيسبوك وتكتب الصفحة الرسمية لكلية حقوق جامعة اسكندرية، وهتعمل فولو ولايك للصفحة بتاعت الكلية. طبعا هتلاقي الصفحة موثقة بالعلامة الزرقاء علشان تبقى مميزها عن باقي الصفحات الخدمية اللي موجودة. احنا عايزين الصفحة الموثقة التابعة للكلية. وهتفضل منتظر لحد ما الكلية تعلن على صفحتها فتح باب التقديم. يبقى اول ما تشوف ان الكلية اعلنت فتح باب التقديم يبقى التقديم فتح. طب لو انا رحت قبل كده محدش هيستقبلك. انت بتتحرك اول ما تلاقي ان الكلية اعلنت عن فتح التقديم. طيب هو انا يا دكتور لازم اقدم اول ما التقديم ما يفتح؟ لا. طيب هل في ميعاد معين لازم اقدم فيه؟ برضه لا.
بمعنى اخر ان انت ممكن تحضر محاضراتك من غير ما تقدم في الكلية. وانا ممكن ادخل الكلية من غير ما اقدم؟ لان انت معاك بطاقة الترشيح. انت لما بتدخل على موقع التنسيق بتظهر لك بطاقة الترشيح، واكيد انت طابعها. بمجرد ما بتوريها لموظف الامن ان انت مرشح لكلية حقوق، بتدخل من البوابة وتحضر المحاضرات بتاعتك. ومعاك طول الترم الاول ممكن تقدم فيه الورق بتاعك، يعني مش لازم اول يوم، مش لازم اول شهر، مش لازم اول شهرين. انت معاك تقريبا لمنتصف شهر 12، معاك لحد منتصف شهر ديسمبر ممكن تقدم فيه الورق. بس اهم حاجة ان انت تقدم قبل اعلان ارقام الجلوس الخاصة بامتحانات الترم الاول. قبل ما ارقام الجلوس بتاعت الترم الاول ما تنزل لازم تكون مقدم ورقك، شبه ما قلت لك معاك لمنتصف شهر 12. بس خد بالك، لو انت طالب انتظام حاول تقدم بدري علشان تلحق السكاشن بتاعتك. طيب هو يعني ايه طالب انتظام وايه هي السكاشن؟ هكلمك عنها بس قدام شوية. بس عايزك تعرف دلوقتي ان طالب انتساب ممكن يأخر تقديمه لحد ارقام الجلوس ما تنزل، او قبل اللحظة بتاعت اعلان ارقام الجلوس. لكن طالب انتظام لازم تقدم بسرعة علشان تقدر تحضر السكاشن. طيب احنا عرفنا هنقدم امتى. تاني خطوة معانا هي التسجيل الإلكتروني. يعني إيه تسجيل إلكتروني؟ شبه ما قلت لك أنت هتفضل منتظر على صفحة الكلية لحد ما يعلنوا فتح باب التقديم. أول ما بيتعلن فتح باب التقديم هتلاقي إن الكلية منزلة لينك بتدوس عليه بيطلب منك شوية بيانات. هو ده التسجيل الإلكتروني ولازم تعمله قبل ما تتوجه للكلية. تكون مسجل نفسك إلكترونيا. كل اللي هتعمله ان انت هتضغط على اللينك اللي هتنزله الكلية وتملي فيه بياناتك. البيانات دي اللي هي البيانات الأساسية، شبه اسمك، رقم بطاقتك، عنوانك، وأهم حاجة رقم تليفونك. وتأكد ان رقم تليفون صحيح علشان الكلية ممكن تتواصل معاك بقى في أي وقت بخصوص أي حاجة في الكلية على مدار ال4 سنين. فلو انت من النوع اللي بتغير رقم تليفونك كتير، حاول حط رقم تليفون ثابت مع والدك أو والدتك. طيب بعد ما دخلت بياناتي على لينك الكلية هيظهر لي البيانات كلها في شكل استمارة. هتدوس على كلمة طباعة الاستمارة. لازم تطبع الاستمارة بتاعت التسجيل الإلكتروني. بس أنا ما عنديش برينتر في البيت. كل اللي تعمله إن أنت تحفظ الاستمارة دي عندك في شكل PDF. لما هتدوس على كلمة طباعة الاستمارة هيقولك ممكن تحولها PDF. قول له ماشي، حول الاستمارة دي PDF، وخد PDF اطبعه في اي مكتبة انت عايزها. يبقى اول ورقة احنا بقت معانا في الدوسيه بتاعنا هي ورقة التسجيل الالكتروني اللي انت سجلته. طب يا دكتور انا مش هعرف اسجل الكتروني. كل اللي عليك ان انت تكلمني على رسائل الصفحة وتقول لي ان انت محتاج تسجل بياناتك، والتيم بتاعنا باذن الله هيسجلك ويبعت لك الاستمارة الالكتروني على الطباعة على طول. طيب تاني خطوة حضرتك هتعملها ان انت تبدأ تجهز الاوراق المطلوبة منك. هتجيب دوسيه محترم تحفظ فيه الورق علشان ما يضيعش وما يتقطعش منك. اول ورقة هنحطها في الدوسيه هي ورقة التسجيل الالكتروني. تاني ورقة هتطبعها هي بطاقة الترشيح اللي موجودة على موقع التنسيق. هتدخل على موقع التنسيق واطبع بطاقة الترشيح واطبعها يعني صورها نسختين 3. هتحط منهم نسخة في الدوسيه وخلي باقي النسخ معاك، لان النسخ دي هي اللي هتدخل بيها من بوابة الكلية بعد كده. لان انت مش هتستلم كارنيه خلال الترم الاول، هتبدأ تستلم الكارنيه بتاعك على الترم التاني. فلذلك انت الترم الاول بتدخل الكلية ببطاقة الترشيح. طيب تالت ورقة مطلوبة معاك هو اصل شهادة الثانوية العامة وصورتين منها. كذلك هتصور شهادة الميلاد وصورتين منها. بس خد بالك ان شهادة الميلاد لازم تبقى شهادة الميلاد اللي عليها العلامة المائية الجديدة اللي هي لونها اورنج. اللي معاه شهادة ميلاد الكترونية قديمة شبه اللي هي كانت بتنزل لونها ازرق دي مش هتنفع. لازم تكون الشهادة الجديدة اللي عليها العلامة المائية. هتصور ايضا بطاقة الرقم القومي صورتين وتحطهم في الدوسيه. اخر حاجة هتقدم الصور الشخصية بتاعتك. طبعا يفضل ان الصور دي تكون صور حديثة لسه متصورها. بيبقى مطلوب منك 6 صور شخصية مش 8. هم 6 صور شخصية مقاس 4 في 6.
بس هتمسك كل صورة وتكتب على ظهر الصورة اسمك ورقم بطاقتك. هتقلب الصورة وتكتب اسمك ورقم بطاقتك وتحط الصور مع باقي الأوراق. كده احنا خلصنا الأوراق المطلوبة مننا. طيب آخر حاجة بقى، ودي خاصة بالذكور فقط. بالنسبة للإناث احنا متشكرين جدا، مش مطلوب منكم أي ورق تاني. دلوقتي كلامي للذكور فقط. حضرتك علشان تلتحق بالكلية يبقى انت لازم تأجل التجنيد، لان انت دلوقتي 18 سنة، يعني في سن التجنيد. فعلشان تأجل التجنيد بتاعك علشان تكمل دراسة لازم تقدم نموذج يا اما 2 جند يا اما 6 جند. طيب انا اعرف منين؟ بمجرد ما تروح مديرية الامن وتسلمهم البطاقة وتقول لهم انا عايز نموذج لتأجيل التجنيد، هم هيعرفوا انت 2 جند ولا 6 جند من تاريخ ميلادك. فالموظف في مديرية الامن هيديك الاستمارة سواء 2 جند او 6 جند وتقدمها للكلية. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا علشان ما تبقاش متهرب من التجنيد، لازم تقدم استمارة تأجيل التجنيد. طيب آخر نقطة هتكلم فيها وهي نقطة دفع المصروفات. أولا هي المصروفات كام يا دكتور؟ طبعا المصروفات بتزيد من سنة لسنة فملهاش رقم ثابت، بس غالبا، وخد بالك أنا بقول غالبا، اللي احنا سامعينه إن السنة دي طالب انتظام هيبقى المصاريف بتاعته 3400، لكن طالب انتساب هيبقى اغلى، لان طلاب انتساب بيدفعوا مصاريف اكتر من طالب انتظام. فطالب انتظام غالبا هيدفع 3400، ممكن يزيد حاجه بسيطه او ينقص حاجه بسيطه، لكن طالب انتساب هيبقى اغلى من ال 3400. طيب اللي انا عايز انبهك ليه ان ممنوع تدفع اي فلوس كاش داخل الكليه، وانما لازم تدفع بالكارت البنكي. فحضرتك لازم تاخد كارت بنكي معاك وتحط فيه، تعمل فيه ايداع بالمصروفات علشان تدفعها. طيب انا معيش كارت بنكي، مش لازم يكون كارت خاص بحضرتك باسمك، ممكن تاخد كارت والدك، والدتك، اخوك، اختك، اي حد من الشارع ممكن يدفع لك بالكارت بتاعه. يبقى اذا تاخد كارت بنكي معاك علشان تدفع بيه. طيب مفيش كارت بنكي لكن في كارت ايزي باي اللي هو بتاع البريد المصري، ممكن ادفع بيه مفيش مشكلة. كذلك ممكن تدفع عن طريق فوري وامان، هتلاقي ناس موجودة قدام الكلية معاها مكان فوري وامان ويدفعوا لك بيها المصروفات. ولكن انتوا عارفين ان ساعات بتحصل مشاكل عن طريق شركات فوري وامان، وممكن يبقى في عطل والفلوس تتسحب لكن ما تتسجلش، والاخطاء اللي بتحصل دي. فعلشان انت تبقى ضامن نفسك حاول تروح بكارت بنكي او كارت بريد مصري. طيب انا برضو معيش كارت بنكي ومعرفتش اتصرف في واحد، كل اللي عليك ان انت تروح لاي فرع من فروع البنك الاهلي، اي فرع يقابلك وادخل قول له انا عايز بطاقه بريبيد اللي هي البطاقه مسبقه الدفع، او اللي احنا بنقولها كارت ميزه، قول له انا عايز كارت ميزه. كل اللي هيطلبه منك رقم بطاقتك او البطاقه، صوره البطاقه. هياخد منك البطاقة ويطلع لك كارت ميزة وانت واقف. هتاخد الكارت تفعله من اي ATM وتعمل فيه ايداع بمبلغ المصاريف وتروح تدفع في الكلية. يبقى احنا دلوقتي عرفنا هنقدم امتى وايه الاوراق المطلوبة مننا وهدفع المصاريف ازاي. طيب ايه الاجراءات اللي هتتم معايا في الكلية من اول ما ادخل من على البوابة علشان ما توهش؟ هقولك بالتفصيل اللي هيحصل. انت اول ما هتخش من بوابة كلية حقوق عايزك تبص ناحية اليمين، هتلاقي زحمة كبيرة، اعرف ان هو ده مكتب شؤون الطلاب. هتروح على شؤون الطلاب مطرح الزحمة اللي انا قلتلك عليها، وهتقول انا عايز اسحب ملف تقديم. هتقف في الطابور لحد ما يجي عليك الدور وهتسحب ملف تقديم من الموظف. هيسلمك ملف التقديم، هتكتب على الملف ده البيانات المطلوبة، اسمك ورقم بطاقتك وعنوانك ورقم تليفونك، وتحط جوه الملف كل الأوراق اللي احنا قلنا عليها. كل الأوراق اللي انت مصورها دي هتحطها في الملف، وترجع تاني للموظف تقول له أنا عايز أسلمك الملف. هتسلم للموظف الملف، هيديك ورقة او ايصال علشان تدفع المصاريف. هتاخد الايصال من الموظف وتسأل هو فين الخزنة، هيشاوروا لك على الخزنة، هتروح على الخزنة تدفع المصاريف بالكارت البنكي، ويبقى انت كده قدمت وخلصت.
بس خد بالك انت لما بتدفع المصاريف بتستلم ايصال دفع المصاريف، بترجع تاني تسلم ايصال المصاريف في شؤون الطلبة. خد بالك من النقطة دي، معظمكم مش بيعملها وبيقع في مشاكل بسببها. بعد ما تدفع المصاريف وتستلم ايصال دفع المصاريف هترجع تاني على شؤون الطلاب تسلمه ايصال الدفع وتقول له سجله على الكمبيوتر، وحاول احتفظ بنسخة من ايصال الدفع. ليه؟ لان انت ممكن تيجي في اخر السنة مستني النتيجة بتاعتك تطلع تلاقي الموقع بيقولك النتيجة محجوبة لعدم سداد المصروفات. هتيجي تقول لي ازاي انا دافع المصاريف؟ هسألك هو فين ايصال الدفع؟ هتقول لي انا سلمته في الكلية. طب الايصال ضاع هنجيبه لك منين؟ يبقى انت ما دفعتش المصاريف وتدفع تاني. فلذلك ايصال المصاريف حاول احتفظ بيه بنسخة لنفسك، اوعى ترميها. والاصل بتاع الايصال تروح تسلمه في شؤون الطلبه وتتاكد ان الموظف سجله على الكمبيوتر. اتمنى ان انا اكون عرفت اشرح لك كل حاجه بخصوص اجراءات الالتحاق. في نقطه واحده بس زياده هيعملها طالب انتظام، ان طالب انتظام قبل ما يدفع المصاريف او بعد ما يدفع المصاريف مش هتفرق، هيعمل حاجه اسمها الكشف الطبي. طالب انتظام هيستلم استمارة اسمها استمارة الكشف الطبي، هيروح على عيادة الكلية، هيسأل فين العيادة هيشاوروا له عليها، هيروح العيادة ويعمل الكشف الطبي. هو يعني كشف سهل، كشف نظر، هيشوف عندك أمراض، عامل عمليات قبل كده إلى آخره. ده علشان يطلع لك الدفتر الصحي بتاعك ويبقى متأمن عليك تأمين صحي. طيب طلاب انتساب مش مطلوب منهم كشف طبي ومش من حقك تعمل كشف طبي، الكشف الطبي لانتظام فقط. فلذلك طالب انتساب هيروح يدفع المصاريف وخلاص. طالب انتظام لازم يعمل الكشف الطبي إجباري. نروح على نظام الدراسة بالكلية. أولا عايزك تعرف إن الكلية بتاعتك هي عبارة عن 3 أقسام: قسم عربي، قسم إنجليش، قسم فرنش. لو انت ناوي تدخل على قسم عربي يبقى مفيش اي شروط مطلوبة في حضرتك غير الورق اللي انا قلتلك عليه. طيب بقى بالنسبة لطالب انجليش وطالب فرنش، هو ده اللي فيه شرط اساسي لازم يعمله، ان لازم يكون جايب على الاقل 80% من مجموع الانجليش او 80% من مجموع الفرنش. يعني تقريبا تبقى جايب في الانجليش مثلا 38. ساعات طبعا الرقم ده بيختلف من سنة لسنة، ممكن الكلية تقول لك تبقى جايب في الانجليش 37 او جايب في الكلية 35. فانت بمجرد ما تروح وتقول لهم انا عايز اقدم انجليش وتقف على شؤون الطلبة بتاعت انجليش، هو هيتأكد ويقول لك انت جايب كام في الانجليش. والله لو جايب 35 او 36 او 37 على حسب الرقم اللي الكلية محدداه، يبقى من حقك تقدم انجليش او فرنش. طيب ايه الفرق بقى ما بين ان انا هقدم شعبة عربي وشعبة انجليش وفرنش اللي هي شعبة اللغات عامة؟ في فرقين كبار. اول فرق المصاريف. طبعا فرق المصاريف رهيب وشاسع. يعني لو طالب عربي بيدفع مثلا 3400، طالب انجليش ممكن مصاريفه بتوصل 15 او 17 الف جنيه. فلازم تبقى متأكد ان انت هتقدر تسدد المصاريف بتاعتك، على الاقل بتتسدد على دفعتين، ترم اول وترم تاني. ونفس الكلام في فرنش. ففي فرق في المصاريف شاسع ما بين شعبة عربي وشعبة انجليش. طيب تاني فرق ما بين الشعب دي ان شعبة عربي كل دراسته بالعربي، زائد ان هو عنده كل سنة مادة انجليش بيدرسها. يعني كده كده انت في عربي بتدرس انجليش. طيب شعبة بقى انجليش وفرنش كل مادة من المواد بتاعته 50% منها عربي و50% انجليش او فرنش. يعني كده كده طالب انجليش وفرنش بيدرس عربي. ان المادة كل مادة هتلاقيها مقسومة 2، نصها بيدرسها دكتور بالعربي والنص التاني للمادة بيدرسها دكتور بالانجليش او بالفرنش. طيب يا دكتور انت تنصحني بايه؟ ادخل عربي ولا لغات؟ والله ده على حسب انت عايز لمستقبلك ايه. لو انت بتفكر في مستقبل، بس معلش قبل ما اقولك تدخل ايه، عايز اعرفك ان في ميزة في اللغات عن عربي، وهو نقطة العدد والقاعات. يعني ايه الكلام ده؟
انت شعبة عربي ممكن يبقى شعبة عربي بيوصل عددها ل4000 طالب او اكتر. فتخيل شكل المدرج وخاصة طلبة سنة اولى بيبقى عامل ازاي. منظر مش عاطفي تماما، ده بسبب ان شعبة عربي لوحدها فيها 4000 طالب. لكن شعبة انجليش ممكن تبقوا انتوا كلكم على بعض 100 طالب 200 طالب، وطبعا مش كله بيحضر. نفس الكلام في شعبة فرنش، ممكن تبقوا 50 طالب شعبة فرنش. فلذلك انت نقطة العدد في صالح شعبة انجليش وفرنش، ان الدكتور يقدر يتواصل معاكم احسن ويبقى مهتم بكل طالب اهتمام شخصي. تاني نقطة وهي القاعات. القاعة اللي بيحضر فيها طالب عربي اكيد مش شبه نظافة وتجهيزات القاعات اللي بيحضر فيها طلاب انجليش وفرنش. يعني من الاخر اللي دافعين 15,000 جنيه اكيد ليهم شوية مميزات وخدمات ما بياخدهاش طالب عربي. طيب نرجع لكلامنا. هو انت يا دكتور تنصحني ادخل عربي ولا لغات؟ والله شبه ما قلت لك، حسب انت عايز لمستقبلك ايه. لو انت ناوي لمستقبلك ان انت تشتغل في المحاماة وحابب المحاماة، يبقى تدخل على شعبة عربي وانت مغمض، مش هتحتاج ولا انجليش ولا فرنش. طيب لو انا بقى بفكر ان انا اسافر بره، لو انا بفكر ان انا اشتغل في وزارة الخارجية شبه ما هنشوف في اخر المحاضرة، لو انا بفكر ان انا اشتغل شؤون قانونية في اي شركة من الشركات، يبقى خليك في اللغات لان ده هيساعدك اكتر. لان لو انت ناوي تشتغل في شركة، فالشركة من ضمن الطلبات بتاعتها بتقولك انت معاك كام لغة. لو انت بتقدم في وزارة الخارجية فانت غصب عنك لازم يبقى معاك لغات. نفس الكلام لو انت حابب تسافر. لكن لو انت ناوي تشتغل في المحاماة والهيئات القضائية بشكل عام، شعبة عربي كفاية قوي بالنسبة لك. يعني لو انا عايز التحق بالنيابة او انا عايز ادخل نيابة ادارية، يبقى خليك في شعبة عربي، مفيش اي مشكلة. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها هو ايه الفرق ما بين طالب انتظام وطالب انتساب. انا دلوقتي مرشح، بطاقة الترشيح بتاعتي مكتوب فيها حقوق انتظام، صاحبي مكتوب له حقوق انتساب موجه. ايه الفرق ما بيننا؟ اولا عايزك تعرف ان انتوا الاتنين من حقكم تحضروا المحاضرات، سواء انتظام او انتساب هتحضر المحاضرات. ولذلك هتلاقي الكلية منزلة جدولين، جدول لطلبة انتظام وجدول لطلبة انتساب. طالب انتظام بيحضر يوم السبت والحد والاثنين، لكن طالب انتساب بيحضر يوم الثلاث والاربع والخميس. يبقى من حقكم انتوا الاتنين تحضروا المحاضرات. وخد بالك ان حضور المحاضرات اختياري مش اجباري، يعني لو مش عايز تحضر المحاضرات براحتك. مفيش غياب وحضور عندنا في كلية حقوق. لكن الاختلاف الاساسي ما بين انتظام وانتساب بيكمن في المصاريف. ان انا قلت لك ان مصاريف طالب انتظام اقل من طالب انتساب. يعني سي مثلا لو احنا بنقول ان طالب انتظام بيدفع 3400، فهتلاقي ان طالب انتساب هيدفع 4400. يعني حوالي فرق 1000 جنيه ما بين انتظام وانتساب، او 1500. طبعا شبه ما قلت لك ان المصاريف بتتغير من سنة لسنة، ولحد اللحظة دي مفيش مصاريف اتحددت في الكلية. بس اعرف ان انت لو انتساب هتدفع اكتر من انتظام. تاني اختلاف ما بين انتظام وانتساب وهو نقطة الكشف الطبي. شبه ما قلت لك ان طالب انتظام بيعمل كشف طبي، طالب انتساب ما بيعملش كشف طبي ومش من حقك ان انت تطلب الكشف الطبي. تالت اختلاف واخر اختلاف ان طالب انتظام بيحضر حاجة اسمها سكاشن، لكن طالب انتساب ما بيحضرش السكشن. يبقى السكاشن الانتظام فقط. طب ايه هي السكاشن؟ اتقل عليا دقيقة وهقول لك. بس يا دكتور انا شايف دلوقتي ان انتظام ليه مميزات اكتر من الانتساب، ليه كشف طبي، مصاريفه اقل، بيحضر السكاشن. طب افرض ان انا عايز احول من انتظام لانتساب، ينفع احول وانا في سنة اولى؟ لا، حضرتك ممكن تحول بس في سنة تانية. كل اللي مطلوب منك ان انت تنجح في سنة اولى بتقدير جيد، يعني حاجة سهلة جدا، تجيب بس جيد في سنة اولى. طبعا جيد جيد جدا امتياز بإذن الله
ممكن تقدم طلب وتقول لهم انا عايز احول من انتظام لانتساب، انا اسف العكس، من انتساب لانتظام. واظن انت كده المفروض بقيت فاهم الفرق ما بين انتظام وانتساب. طيب هل ده يفرق بعد التخرج في حاجه؟ يعني لو انا خريج انتظام او انتساب هتلاقي في ناس كتيره قوي بتقول لك ان في الشغل طالب انتظام احسن من انتساب. الكلام ده غلط. خريج حقوق سواء انت خريج انتظام او خريج انتساب، في الحالتين انت ليك نفس فرصة العمل، سواء انت عايز تلتحق بالنيابة، سواء انت عايز تلتحق بالمحاماة، سواء انت عايز تشتغل في الشركات. ولكن للأمانة علشان تبقى عارف ان في بعض دول الخليج لو انت مسافر ما بيفضلش طالب انتساب. انت قانونا مفيش مشكلة، ممكن طالب انتساب يسافر دول الخليج، لكن ساعات دول الخليج ما بتقبلش شهادات انتساب بمزاجهم وبيفضلوا طالب انتظام. طيب تالت نقطة هنتكلم فيها وهي فكرة المحاضرات والسكاشن. هو ايه الفرق ما بين المحاضرة وكلمة السكشنز اللي انت عمال تعيد وتزيد فيها من اول فيديو؟ المحاضرة دي المحاضرة الأساسية اللي بتدرس فيها المادة على إيد دكتور المادة، والمحاضرات دي بتكون اختيارية، عايز تحضر ما تحضرش براحتك. طيب انت تنصحني يا دكتور احضر المحاضرات ولا ما احضرش؟ والله انا هنصحك ان انت اول اسبوع تحضر كل المحاضرات، هتعرف كل الدكاترة. الدكتور اللي انت فهمت منه هتعلم على مادته ان انت تحضر المحاضرات بتاعته لان انت فهمت من مادته. طيب الدكتور اللي انا ما بفهمش منه ما تحضرش محاضراته وما تضيعش وقت. امال يا دكتور هفهم المادة ازاي؟ اتقل عليا وهقولك في نهاية الفيديو. بس عايزك ما تضيعش وقت في الكلية لو انت ما بتفهمش المحاضرة. في دكاترة عندنا ممتازة وهتفهم منها يبقى تحضرها. طيب دكتور انا مش فاهم منه، طب اضيع وقتي في المحاضرة ليه؟ طيب دي بالنسبة للمحاضرات. امال السكاشن دي بقى، عايزك تعرف ان السكشنز دي بيحضرها طلاب انتظام فقط، طالب انتساب ملهوش سكاشن. طيب يعني ايه سكشن؟ سكشن ده بيبقى عبارة عن محاضرة صغيرة في مادة واحدة من المواد. يعني مثلا لو انت عندك في الترم 4 مواد، في مادة واحدة منهم هيبقى ليها سكشن. السكشن ده بيبقى عبارة عن محاضرة صغيرة. انت في سنة اولى عندك مادة اسمها الاقتصاد. الاقتصاد ده بتحضر محاضرته الاساسية بجانب بتحضر السكشن بتاعه اللي هي المحاضرة الصغيرة. دي بتبقى مجموعات صغيرة، كل مجموعة مثلا فيها 50 طالب او 60 طالب، علشان معيد المادة، المعيد مش الدكتور، هو اللي بيحاول يدرس لك المادة تاني في هذا السكشن. بجانب ان السكاشن مش لازم يبقى المعيدين اللي بيشرحوا فيها، ممكن رؤساء المحاكم، ممكن اي قاضي من القضاة بيبقى متعاقد مع الكلية وبيجي يشرح لك السكشن. ومن اشهر الناس اللي بتدرس السكاشن عندنا رئيس محكمة جنايات المنصورة دكتور بهاء المري. فرئيس محكمة جنايات هو اللي بيدرس لك السكشن، او دكتور سامح عبد الله مثلا رئيس محكمة جنايات. طيب السكشن بقى لازم احضره؟ اه. اجباري؟ اه. يبقى ده بعكس المحاضرات. المحاضرات كنت بقول لك براحتك احضر ما تحضرش مفيش مشكله، السكشن اجباري تحضره لطالب انتظام. طالب انتساب اصلا مش هينفع يدخل، وانما انتظام بس اللي يحضر اجباري. طيب ليه اجباري؟ لان السكشن عليه 100 درجه، لذلك تلاقي ان طالب انتساب المجموع بتاعه من 800، لكن طالب انتظام المجموع بتاعه من 900. طيب انا دلوقتي المجموع بتاعي من 900 ليه؟ لان في 100 درجة على السكاشن اللي هيحضرها طلاب انتظام. ال 100 درجة دول متقسمين 50% منهم على الحضور والغياب والتفاعل مع الدكتور بتاع السكشن والابحاث اللي انا هعملها. 50% تانية متقسمة على امتحان هتمتحنه في اخر الترم. يبقى السكشن 50% منه حضور وغياب ومشاركة، و50% منه امتحان. طيب افرض لا قدر الله يا دكتور انا رسبت في السكشن،
افرض ان انا ما عرفتش انجح في السكشن، الامتحان بتاع السكشن حليت فيه وحش وما كنتش بحضر المحاضرات السكاشن، فجبت 0 في السكشن، هل هعيد السنة؟ لا. طيب هل السنة يعني هطلع سنة تانية وارجع امتحن سكشن اولى؟ لا. السكشن حتى لو رسبت فيه مش هترجع تعيده، الكلية هتعتبرك ناجح، اتفضل عدي. طيب يا دكتور دي حاجة حلوة؟ لا، ما انت خسرت 100 درجة من مجموعك. صحيح ان مادة السكاشن هي مادة ما بتخلينيش اعيد الامتحان تاني، ما بتخلينيش ان انا اعيد السنة تاني، لكن في نفس الوقت هي كفيلة تخسرك 100 درجة في مجموعك. تخيل بقى التقدير التراكمي بتاعك، لو انت كل سنة خسرت 100 درجة للسكشن، يبقى انت في نهاية الاربع سنين هتكون خسرت 400 درجة من تقديرك. يعني انت تتمنى ان انت تبقى ناجح بمقبول اصلا. فلذلك اوعى تهمل السكشن. مش معنى ان انا مش هعيد السنة علشان رسبت فيه ان انا هسيبه، انا هحضر السكشن وهشارك مع الدكتور، ولو طلب مني ابحاث لازم تعملها، وامتحان السكشن في اخر الترم لازم تاخده بجد كأنك بتمتحن امتحان عادي جدا علشان تحصل على 100 درجة بتوع السكاشن. طبعا طالب انتساب مريح باله من كل الكلام ده لانه ملهوش سكاشن. اخر نقطة هنتكلم فيها سوا وهي نقطة الامتحانات عندنا في كلية حقوق. الامتحانات عندنا بتكون بنهاية كل ترم، الترم الاول يخلص بتمتحن، الترم التاني بيخلص بتمتحن. كل امتحان عندك ب100 درجة. كل دكتور بيحط نظام امتحانه، يعني في مادة تلاقي امتحانها بنظام الام سي كيو اللي انتم متعودين عليه، في دكتور تاني يقول لك لا انا بنظام المقالي. يعني ايه نظام مقالي؟ يعني يجي يقول لك في السؤال اكتب فيه كذا، يعني اكتب فيه اسباب نشأة الدولة مثلا، اكتب في اسباب نشأة الدولة ويسيبك، وانت بقى كل اللي مطلوب منك تجاوب بالتفصيل الممل على هذا السؤال باسلوبك المتميز. ففي امتحانات هتبقى بنظام الاختيارات الام سي كيو، وامتحانات بنظام المقالي. طيب لو انا رسبت في اي امتحان من الامتحانات دي ايه اللي بيحصل معايا؟ خد بالك معايا، لو انت رسبت في مادة واحدة او رسبت في مادتين هتتنقل لسنة تانية، هتطلع سنة تانية، ولكن هيبقى معاك مادتين اضافي اللي انت شلتهم في اولى، هتمتحن امتحانات سنة تانية، كل المواد بتاعت سنة تانية زائد امتحانين اضافيين بتوعت مواد سنة اولى. يبقى لو انا رسبت في مادة او مادتين مش هعيد السنة، ما تخافش مفيش اعادة للسنة، انت هتبقى طالب فرقة تانية وهتطلع سنة تانية، لكن هترجع تمتحن المادتين اللي انت رسبت فيهم في اولى. طيب لو انا رسبت في اكتر من مادتين، يعني لو انا رسبت في 3 مواد، مش هنا بقى لازم تعيد السنة، مش هتطلع سنة تانية. فانت كطالب سنة اولى عندك طول السنة 8 مواد، 4 مواد في الترم الاول و4 مواد في الترم التاني، يعني اجمالي 8 مواد في السنة. لو انت شلت منهم مادة او شلت منهم مادتين فانت هتطلع طالب سنة تانية وتمتحن المواد اللي رسبت فيها. لو شلت اكتر من مادتين هتعيد السنة. اتمنى ان انت تكون فهمت نظام الدراسة عندنا ماشي ازاي، وتكون جاوبت على كل الاسئلة اللي موجودة في دماغك. ندخل على المواد الدراسية اللي انت هتدرسها. حضرتك والله عندك 4 سنين في كلية حقوق، المواد اللي بتدرسها في الترم الاول مختلفة عن المواد اللي هندرسها في الترم التاني. باجمالي احنا هندرس طول الترم او طول فترة الدراسة الجامعية بتاعتنا 32 مادة. خلال ال4 سنين هندرس مع بعض 32 مادة. ال 32 مادة دول بحوالي 50 كتاب. يبقى انت دلوقتي فهمت ان المادة الواحدة ممكن يبقى ليها اكتر من كتاب، لان هم 32 مادة حوالي 50 كتاب او اكتر شوية خلال ال4 سنين. طيب سيبنا من سنة تانية وتالتة ورابعة لان ده كلام ما يفيدناش دلوقتي، خليني في سنة اولى. شبه ما قلت لك في سنة اولى هي اسهل سنة بالنسبة لنا، لان عندنا 4 مواد فقط في الترم الاول و4 مواد في الترم التاني.
يبقى 8 مواد في السنة، كل مادة منهم ب100 درجة، كل مادة ب100 درجة، ولذلك مجموع سنة أولى من 800. ده لو انت طالب انتساب، فانت عندك 8 مواد ب800. وعلى فكرة النتيجة عندنا بتطلع في آخر السنة، يعني انت بتمتحن الترم الأول، النتيجة مش هتطلع، هتنتظر تمتحن الترم التاني، ثم النتيجة بتطلع في آخر السنة الترمين على بعض. بس لو انت طالب انتظام فاعمل حسابك ان في سيكشن بتمتحنه، والسيكشن ده عليه 100 درجة، فمجموعك هيبقى من 900. طيب ايه السيكشن اللي انت هتاخده في سنة اولى؟ شايف المادة رقم 1 هنا في الترم الاول اللي هي المدخل الى القانون؟ اهي المادة دي هيبقى ليك عند ليها سيكشن في الترم الاول. وفي الترم التاني شايف المادة رقم 2 اللي اسمها الاقتصاد السياسي؟ اهي دي برضو ليها سيكشن. فالسيكشن بتاع الترم التاني زائد السيكشن بتاع الترم الاول عليهم 100 درجة في نهاية السنة. طيب يا دكتور خلينا نركز شوية عن مواد الفرقة الأولى الترم الأول. الترم التاني نبقى نعمل له فيديو مخصوص ونتكلم فيه عن مواد الترم التاني في الأجازة الصيفية أو في الأجازة منتصف العام بتاعتنا. خلينا نتكلم دلوقتي عن الترم الأول. عندك في الترم الأول 4 مواد هندرسهم في كلية حقوق. المدخل إلى القانون، أو بمسمى آخر المدخل إلى العلوم القانونية، مادة التنظيم الدولي، مادة علم الإجرام والعقاب، أخيرا تاريخ النظم القانونية. نمسك مادة هديك نبذة عنها في دقيقة، لكن دي ما تعتبرش نبذة تعريفية كاملة عن المادة، لذلك هيبقى في فيديو تاني دور عليه على الصفحة والفيديو بتاعتنا هتلاقيه، أو دور على قناة اليوتيوب هتلاقيه. ولو معرفتش توصله سيب لي كومنت أو كلمني في الرسايل قول لي عايز الفيديو اللي بنشرح فيه مواد الفرقة الأولى، علشان تبقى عارف كل مادة هنتكلم فيها عن إيه. ولكن باختصار دلوقتي في دقيقة واحدة لكل مادة حابب أعرفك نظام المادة. أول مادة معانا وأصعب مادة لسنة أولى، يعني أنت عندك 4 مواد، ال3 مواد دول سهلين. المادة الوحيدة الصعبة عندك في الترم الأول هي مادة المدخل إلى القانون. المادة دي ليها كتابين منقسمة لجزئين. أول كتاب اسمه كتاب نظرية القانون، الكتاب التاني اسمه نظرية الحق. وطبعا كل كتاب بيدرسه دكتور مختلف، ففي دكتور هيدرس لك نظرية القانون ودكتور هيدرس لك نظرية الحق، لكن هم امتحان واحد في ورقة واحدة ب100 درجة، يبقى 50 درجة على نظرية القانون و50 درجة على نظرية الحق، لأن في الأول وفي الآخر هم مادة واحدة. طب يا دكتور طالما هم كتابين وطالما هم دكتورين ليه بندرسهم كمادة واحدة؟ علشان ليهم ارتباط وثيق ببعض. انت لو ركزت في الكلام هتلاقي هنا نظرية قانون وهنا نظرية حق. هو ايه العلاقة اللي ما بين القانون والحق؟ القانون اتخلق علشان يحمي الحق، ولو فكرة الحق نفسها موجودة ما كانش الإنسان في حياته احتاج للقانون. يبقى القانون والحق كلمتين مترابطين ما نقدرش نفصل ما بينهم، علشان كده الاتنين يعتبروا مادة واحدة. طيب المادة دي مهمة جدا 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 خلال ال4 سنين دراسية. خد بالك انت في كلية حقوق المواد خلال ال4 سنين بتكمل بعض. اوعى تقول ان انت اللي انت درسته خلاص نسيته، ما ينفعش الكلام ده، احنا بنكمل بعض. ولذلك انت في سنة 4 في مواد عندك في سنة 4 مش هتفهمها الا لو انت كنت فاهم نظرية الحق. يبقى كله بيبنى على بعض. طيب المادة دي مهمة جدا لاني هستخدمها خلال ال4 سنين. في اولى وتانية وتالتة ورابعة انا بستخدم نظرية القانون والحق، وانت ممكن تستنتج هذا الكلام من اسم المادة، المدخل الى القانون.
يعني ايه المدخل الى القانون؟ يعني علشان انت تبقى رجل قانون في اساسيات لازم تبقى عارفها. بدون الاساسيات دي، بدون المدخل ده، بدون المقدمة دي، انت مش هتفهم القانون. يبقى انا هنا في المدخل الى القانون انا مش هدرس لك القانون نفسه، ده انا يا دوب هديك مقدمة عن القانون، اساسيات هذا القانون. بمعنى اخر، احنا عايزين نبني عمارة، ما اقدرش انا اخليك تبني الدور الاول في اول الامر، ده انا لازم الاول نعمل الدور الارضي. فانا الدور الارضي بتاعك اللي هتقف عليه العمارة كلها بعد كده هو المدخل الى القانون، المقدمة بتاعتنا. تاني مادة وهي مادة التنظيم الدولي. دي مادة مش هستخدمها إلا في سنة أولى بس، ملهاش استخدام كبير معانا في باقي السنين. طيب يعني إيه تنظيم دولي؟ التنظيم الدولي ده مهمته يعرفك هو شكل المجتمع الدولي دلوقتي شكله إيه. هو احنا دلوقتي بنسمع في الأخبار المجتمع الدولي المجتمع الدولي المجتمع الدولي، طب يا ترى إيه هو المجتمع الدولي ده؟ لو انت فكرت هتلاقي ان المجتمع الدولي حاليا بينقسم لحاجتين اساسيتين. هتلاقي ان في شوية دول، الدول دول مع بعض بيسموا مجتمع دولي. بجانب من سنة 1945 بدأ يظهر حاجة جديدة اسمها المنظمات الدولية. بدأت تسمع كلمة منظمة دولية منظمة دولية منظمة دولية. فدلوقتي بقى في على الساحة شوية دول وفي على الساحة شوية منظمات دولية، شبه منظمة التجارة العالمية، شبه منظمة الصحة العالمية، شبه منظمة الأمم المتحدة، شبه منظمة جامعة الدول العربية، شبه منظمة جامعة الدول الأفريقية. فإذا المجتمع الدولي حاليا في شوية دول وفي شوية منظمات. فهنا التنظيم الدولي عندنا ينقسم إلى قسمين. أول قسم هندرس فيه الدول. هو يعني إيه دولة؟ طيب إيه هي عناصر الدولة دي؟ طيب إيه هي أنواع الدول اللي موجودة؟ ثم القسم الثاني من الكتاب نتنقل على المنظمات الدولية، ندرس يعني إيه منظمة دولية وإزاي نعمل منظمة دولية، وهي أصلا المنظمات الدولية موجودة ليه؟ إيه مهمتها؟ إيه هدفها من الحياة؟ يبقى إذا التنظيم الدولي يعني أنا بدرس شكل المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي شكله دول ومنظمات، فمنهجنا معتمد على دراسة الدول ودراسة المنظمات. ثم آخر قسم في المادة وهو القسم الثالث هديك مثال على المنظمات الدولية. وأشهر منظمة دولية موجودة في العالم حاليا هي الأمم المتحدة. هل في منظمة أقوى وأشهر منها حاليا في العالم؟ لا. ولذلك لازم تدرس منظمة الأمم المتحدة. هذه المادة ساعات بيدرسها دكتور واحد وساعات بيدرسها دكتورين. يعني ممكن تلاقي دكتور بيدرس لك القسم بتاع الدولة وقسم المنظمات، ودكتور تاني بيدرس لك الأمم المتحدة. وساعات أخرى بيكون دكتور واحد هو اللي بيدرس الثلاث أقسام، دي على حسب التنظيم بتاع الكلية هيعمل إيه. المادة دي سمعتها وحشة في الكلية. يعني إيه سمعتها وحشة؟ يعني أول ما هتدخل الكلية هتلاقي الطلبة الأكبر منك عمال يقول لك التنظيم الدولي بيدرسه دكتور إبراهيم خليفة، يا ساتر يا رب ده هيشيلك المادة. دكتور إبراهيم خليفة عامل لهم رعب في الكلية علشان بيدرس المادة دي. ولذلك هتبدأ تسمع فتاوي كتير شبه ان يقول لك ان دكتور ابراهيم خليفة اللي بيدرس التنظيم الدولي ما عيطش الا مرتين في حياته، مرة لما امه ماتت ومرة لما طالب عنده جاب امتياز. طبعا انا عايزك تعرف ان كل الكلام ده لا اساس له من الصحة، ودكتور ابراهيم خليفة بريء من هذا الكلام. المادة دي مادة لذيذة جدا، مادة سهلة جدا، هتحب دراستها لانها مادة شيقة وممتعة وعملية. انت بتشوف الكلام اللي انت بتدرسه ده بتشوفه على ارض الواقع كل يوم في الاخبار.
الامتحان بتاعها امتحان مستواه متوسط. امال الطلبة بتقول كده ليه؟ لان بكل بساطة انت عندك في الكلية الغالبية العظمى طالب فاشل مش بيذاكر، فهم دول اللي ظاهرين على الساحة. فانت ما تروحش كطالب سنة اولى تقف مع الطلبة الفاشلة اللي ما بتذاكرش، لان مش هتنتظر منهم اي كلام غير ان المادة صعبة. هي مش المادة صعبة، هو فاشل، هو ما ذاكرش، فالطبيعي ان هو كان يسقط. ودول النسبة الأعظم من الطلبة للأسف، إن معظم الطلبة دلوقتي ما بتذاكرش، فهتلاقي كلامهم منتشر. لكن أنت ما تدورش على الطالب الفاشل، دور على طالب سنة تانية اللي نجح. اقف بقى مع أي طالب من طلاب الفرقة التانية، اسأله عن التنظيم الدولي، يقول لك مادة سهلة، مادة لذيذة، دكتور إبراهيم خليفة محترم، امتحانه كويس. ليه؟ لأن ده طالب ذاكر فنجح فطلع سنة تانية. تالت مادة موجودة معانا وهي من أخف المواد وأسهل المواد اللي ممكن تقابلها في كلية حقوق، وهو علم الإجرام والعقاب، كريمينولوجي وبينولوجي. الكريمينولوجي ده اللي هو علم الإجرام، البينولوجي ده علم العقاب. ولذلك هذه المادة مقسومة قسمين، ممكن يبقوا كتاب واحد لكن الكتاب ده منقسم نصين، نص علم إجرام ونص علم عقاب. وممكن يدرسوا دكتورين وممكن يدرسوا دكتور واحد على حسب، وغالبا اللي بيدرس المادة دي دكتورين، جزء العلم الإجرام ودكتور بيدرس البينولوجي أو علم العقاب. لكن في النهاية المادة هي مادة واحدة ب100 درجة، كل قسم عليه 50. طيب علم الإجرام بيتكلم عن إيه؟ علم الإجرام باختصار بسيط باين من اسمه، أنا هدرس هنا علم الجريمة والمجرم. هو يا ترى المجرم بقى مجرم ليه؟ يعني في 2 اخوات، الاتنين دول اتولدوا في بيت واحد، نفس المستوى الاجتماعي، نفس المستوى الاقتصادي، نفس المستوى الثقافي، نفس التربية بتاعت الأهل، نفس مجتمع المدرسة والأصدقاء، لكن تلاقي أخ منهم بقى مجرم وأخ تاني ما بقاش مجرم. إيه السبب اللي يخلي بني آدم فينا يرتكب جريمة؟ إيه هي العوامل اللي ممكن تخلي أي شخص فينا يرتكب جريمة؟ طيب ده يهمني في إيه؟ لأن أنت لو عرفت السبب اللي بيخلي الإنسان مجرم هتمنع السبب فتقدر تمنع الجريمة. وخلي بالك ان المادة دي هي مادة فلسفية اكتر من ان هي واقعية. يعني الكلام بتاع علم الاجرام ده هو نظريات واراء للفقهاء مش موجودة على ارض الواقع، لان عايزين نتفق ان الجريمة وجدت من اول خلق ادم ولحد يوم القيامة. الجريمة موجودة وهتفضل موجودة ولا يمكن نقضي عليها، ولكن احنا من خلال علم الإجرام بنحاول نوصل لأسباب الجريمة علشان نقللها شوية. مش هنقدر نمنعها بس ممكن نقللها. فهنا نبدأ نفكر، هل مثلا المدرسة وأصدقاء المدرسة ممكن يبقوا سبب إن أنا أعمل جريمة؟ طيب هل التلفزيون ممكن تبقى سبب إن أنا أعمل جريمة؟ طيب هل الدين ممكن يبقى سبب إن أنا أعمل جريمة؟ طيب هل مجتمع العمل وأصدقاء العمل ممكن يكونوا سبب إن أنا أعمل جريمة؟ طيب هو أنا ممكن يكون عندي مشكلة نفسية هي اللي تخليني أعمل جريمة؟ طيب ممكن يكون عندي مشكلة عضوية، يعني مشكلة في جسمي هي اللي تخليني أعمل جريمة؟ فهنبدأ ندرس كل الأسباب دي ونعرف إيه هي الحاجات اللي تخليني أبقى مجرم وإيه الحاجات اللي لا. القسم التاني وهو قسم العقاب، وده مهم وواقعي أكتر من علم الإجرام شوية، لأن علم العقاب بيجاوبك على 3 أسئلة إحنا محتاجينهم في حياتنا. أول سؤال، هو إحنا بنعاقب المجرم ليه؟ 2، هو إيه أفضل جزاء ممكن أعاقب بيه المجرم؟ 3،
ايه هي افضل وسيلة انفذ بيها العقاب على المجرم؟ مش فاهم. باختصار، اول سؤال، هو انا بعاقب المجرم ليه؟ هل احنا بنعاقب المجرم علشان ننتقم منه؟ يعني مثلا فلان قتل واحد، طه دلوقتي راح قتل واحد، فاحنا بنعاقب طه، هل بدافع الانتقام ولا ده بدافع اخر موجود؟ تاني سؤال هنجاوبه، هو انا لما احب اعاقب طه، ايه افضل جزاء ممكن نعاقب بيه طه؟ يعني مثلا واحد سرق، ايه الافضل؟ اقطع ايده ولا احبسه؟ واحد قتل، احكم عليه بالمؤبد شبه ما المجتمع الامريكي بيقول، ولا احكم عليه بالاعدام شبه المجتمع المصري بيقول؟ خد بالك مثلا احنا في مصر عندنا عقوبة اسمها الاعدام، المجتمع الامريكي مثلا بيرفض عقوبة الاعدام، يقول لك والله احنا مش هنعدم حد، فالراجل ده لو عمل جريمة خطيرة احنا نحبسه مدى الحياة لكن ما نعدمهوش. في مصر احنا عندنا الاعدام. يا ترى مين افضل من وجهة نظر علم العقاب؟ هل الافضل ان انا اعدم ولا ما اعدمش؟ طيب ايه هي افضل وسيلة، ده السؤال الثالث والاخير، افضل وسيلة لتنفيذ العقاب على المجرم؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عاقبت المجرم ان انا حبسته، حكمنا بالحبس على المجرم، انفذ عقوبة الحبس ازاي؟ هل نحبسه مثلا في مكان غير آدمي، شبه اللي هو مكان مش نضيف، مكان مفهوش شمس، مكان مغلق، ولا الأفضل إن يبقى مكان الحبس ده مكان فيه إضاءة كويسة، فيه هوا كويس؟ طيب المجرم اللي أنا حبسته ده، هل معنى إن أنا حبسته همنعه من الحياة خالص وأعزله عن الحياة خالص، ولا لازم أديله فرصة يتفرج على التلفزيون شوية، يقرأ جرايد شوية علشان يعرف أخبار الدنيا حواليه؟ يا ترى ايه افضل وسيلة انفذ بيها العقاب على المجرم؟ وكده يبقى احنا خلصنا تالت مادة، علم الاجرام والعقاب. والمادة دي مش هنستخدمها تاني خلال ال4 سنين، يبقى اذا التنظيم الدولي مش هستخدمه تاني، وعلم الاجرام هستخدمه تاني، او مش هستخدمه تاني، انا اسف. اخر مادة معانا وهي تاريخ النظم القانونية. دي مادة مش مهمة قوي، لا مش مهمة يعني مش هتتذاكر، لا ده مادة ب100 درجة وامتحانها برضه بيبقى صعب نسبيا، والدكتور بتاعها مش دكتور سهل. انت هتعرفه مشهور بايه؟ مشهور بكلمة انتوا زي ولادي. اول ما تلاقي دكتور بنضارة بيقولك انتوا زي ولادي، اعرف ان هو هيلبسك امتحان ما جاش شبهه قبل كده، وهو ده دكتور فايز حسين اللي بيدرس تاريخ النظم القانونية. امال انا بقولك مادة مش مهمة ليه؟ قصدي مش مهمة في حياتنا الدراسية والعملية خلال ال4 سنين، لأن دي مادة تاريخ، هندرس تاريخ القانون زمان. يعني مثلا نروح للمجتمع الفرعوني ونشوف الفراعنة ايه القوانين اللي كانت عندهم وبتطبق ازاي. هروح للمجتمع الفينيقي واشوف القانون اللي عندهم وبيطبق ازاي. هروح لبلاد ما بين النهرين وندرس مدونة حمورابي، القانون كان ازاي عندهم. هروح العرب قبل الاسلام وبعد الاسلام، القوانين كانت ازاي عندهم. فإذا إحنا هنا بنشوف شكل القانون في المجتمعات القديمة. ويبقى إحنا كده خلصنا ال4 مواد بتوع الترم الأول. هل الكلام اللي أنا قلته ده كفاية للتعريف بمواد الفرقة الأولى؟ لا، في كلام تاني لازم تعرفه قبل ما تدخل الكلية. بس ده هيبقى في فيديو منفصل علشان الفيديو ده ما يطولش أكتر من كده، ولذلك اسأل عن الفيديو اللي فيه نبذة عن مواد الفرقة الأولى. هنمسك كتاب من الكتب دي ونحط الخريطة العامة بتاعتها علشان أفهمك ايه المواضيع اللي هتتدرس. هنعرف أسلوب كل دكتور، هل المادة دي امتحانها بيبقى MCQ ولا مقالي؟ طيب امتحانها سهل ولا صعب؟ كل الكلام ده نعرفه في فيديو منفصل. آخر حاجة حابب أختم بيها معاك وهو مجالات العمل. طيب أنا لما بتخرج من كلية حقوق، إيه الشهادة اللي أنا بحصل عليها؟ هي شهادة ليسانس حقوق. طيب ليسانس الحقوق ده يشغلني إيه؟ أول حاجة هي الحاجة التقليدية وهي العمل بالمحاماة.
بس يا دكتور انا شايف ان المحاماة ملهاش مستقبل كويس. من رأيي ان انت ما تشوفش تاني. المحاماة هي من اكتر الاعمال المربحة، من اكتر الاعمال المهمة في حياتنا. مفيش منطقة في مصر كلها مش محتاجين فيها لمحامي، لان طالما في بني ادمين عايشة يعني في مشاكل، وطالما في مشاكل يبقى لازم المحامي موجود. طيب انا علشان ابقى محامي ايه المطلوب مني اشتغل على نفسي فيه علشان ابقى محامي شاطر؟ المطلوب ان انت حاليا خلال ال4 سنين بتوع الكلية تزود ثقافتك ولغتك العربية. تهتم بالنقطتين دول، اللغة العربية تحسنها سواء في النطق او في الكتابة، بجانب ان انت تثقف نفسك. اثقف نفسي يعني ايه؟ يعني اقرا كتير في اي حاجة وكل حاجة، كل حاجة وأي حاجة أنت بتقراها، لأن كل معلومة في حياتك الطبيعية في أي مجال هتحتاجها في شغلك في المحاماة. طيب لو أنا مش عايز المحاماة، أنا عايز أشتغل شغلانة ليها برستيج شوية، يبقى هنا هنفكر في العمل بالهيئات القضائية. طبعا عندك هيئات قضائية كتير تشتغل فيها، سواء النيابة الإدارية أو النيابة العامة. طبعا انت بتتعين في النيابة الاول لحد سن معين، بعد كده بتتنقل على سلك القضاء وتبقى قاضي. طب لو انا عايز افضل في النيابة بتفضل في النيابة، يعني انت بتتعين في النيابة ثم الترقية بتاعتك بتبقى ان انت توصل لمنصب القاضي. طيب اعمل ايه علشان اوصل لمنصب القضاء؟ القضاء او الهيئات القضائية عامة بتقبل من تقدير جيد. يعني انت لو جايب في الشهادة بتاعتك التقدير التراكمي خلال ال4 سنين جيد، ممكن تقدم في النيابة. بس خليك معايا، دلوقتي في مثلا آلاف الطلبة على مستوى مصر كلها من كل الجامعات مقدمين ملفهم للنيابة العامة أو النيابة الإدارية. طبعا النيابة مش عايزة ناس كتير، النيابة كل اللي محتاجاه مثلا 50، محتاجة تعين 100، فهي هتختار أعلى 100 جايبين. عايزين 100 اللي جايبين امتيازات. بس يا دكتور ده في الشروط مكتوب ان هو من جيد. ماشي يا عم، من جيد قدم ورقك، بس هو مش هيبص لابو جيد، هو هيبص للي جايب امتياز. والله خد الطلبة اللي جايبه امتياز يبدأ يبص للي جايبين جيد جدا. فما تجيش انت تكون جايب جيد وتقدم في النيابة العامة فتترفض فتقول ما اصل هي شغالة وسايط. يا ابني انت جايب جيد، طب هيقبلك ازاي؟ ما في آلاف الطلبة غيرك على مستوى مصر جايبين مجموع أعلى منك، فهم اللي هيتعينوا مش انت. فتحاول تحسن مجموعك علشان تشتغل في القضاء، تحسن المجموع بتاعك علشان يبقى واثق من نفسك وانت بتقدم. طيب ممكن أيضا تلتحق بالسلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية. كلية الحقوق بتأهلك بشكل عام ان انت تشتغل في اي وزارة، مش شرط وزارة الخارجية، ممكن تقدم ورقك في اي وزارة من الوزارات. ايوه يعني، بس في ناس بتفتكر ان انا بقول ان انت هتقدم في الوزارة ان انت هتشتغل وزير. لا، ما الوزارة دي كيان كبير فيه موظفين بالهبل، فانت بتقدم ورقك في اي وزارة من الوزارات. واشهر وزارة بيحبها بتوع حقوق هي وزارة الخارجية. فانت بتتعين موظف وبتبدأ تترقى 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 لحد ما تعمل اسم، وفي يوم من الايام ربنا يكرمك وتبقى وزير. ولذلك انت بص على معظم الوزراء بتلاقيهم خريجين حقوق، بس هو مش اول ما اتخرج اتعين وزير، هو اتعين موظف وبيبدأ يترقى في شغله ها لحد ما وصل لأعلى المناصب. طيب ايه السلك الدبلوماسي اللي انت تشتغل سفير او قنصل لمصر في بلد معين؟ ده برضو بشهادة حقوق. بس خد بالك ان انت لو هتشتغل في وزارة الخارجية وناوي عليها تحسن اللغات بتاعتك، وحاول يبقى معاك اكتر من لغة. لان دلوقتي السؤال اللي بيتسأل في الانترفيوز انت معاك كام لغة غير الانجليش؟ معاك كام لغة غير الانجليش؟ يبقى احنا مفروغ مننا ان احنا كويسين في الانجليش. معاك كام لغة بقى غير الانجليش؟
فانت هتشتغل على نفسك خلال ال4 سنين ان انت تتعلم لغات، ودي حاجة سهلة. وحتى لو في الفلوس عقبة بالنسبة لحد، دلوقتي بقى في كورسز اونلاين كتيرة فري. حاول بقى اشتغل في الانجليش، الفرنش. وكذلك في نقطة إضافية أنا مش كاتبها هنا، وهي نقطة المنظمات الدولية. خد بالك احنا اتكلمنا عن فكرة المنظمات الدولية، طالب حقوق من حقه يشتغل في منظمة دولية. وخد بالك ان طالما منظمة دولية يبقى انت بعيد عن فكرة الوسايط والمجاملات والكلام ده. فلو انت شاطر وقدمت في منظمة دولية هتتقبل، بس علشان تدخل المنظمة الدولية لازم يبقى معاك لغات، لازم يبقى في لغات، وخاصة اللغات الشرقية، يعني عبري، اللهم صل على النبي، الصيني، وطبعا العربي مطلوب جدا في المنظمات الدولية، وطبعا أظن كلنا معانا العربي. طيب كذلك ممكن تشتغل في البنوك، ولذلك انت بتلاقي في فترات الأجازة، في فترات الصيف، بتلاقي ان البنوك كلها فاتحة تريننج لطلبة حقوق وطلبة تجارة. فانت كطالب حقوق ممكن تروح تتدرب في الصيف في اي بنك من البنوك، وبتاخد شهادة بالتدريب ده منهم، وده بيديك فرصة ان انت لما تتخرج تقدم ورقك في اي بنك، وفرصتك بإذن الله تكون محفوظة ان انت تلتحق بيه. كذلك حضرتك ممكن تشتغل في اي شركة من الشركات اللي تعجبك كشؤون قانونية، ما كل شركة لها شؤون قانونية. كذلك جميع مؤسسات الدولة، كل مؤسسات الدولة ايا كانت، من اول المدارس لحد الجامعات، ممكن تشتغل فيها باعتبارك شؤون قانونية. كذلك ممكن تشتغل في مصلحة الضرائب. واخيرا واللي بيفضلها معظم الشباب والبنات، لان النقطة اللي انا هتكلم فيها دي متاحة حاليا للبنات، ان انت بعد ما بتخلص حقوق بتروح تقدم في كلية الشرطة او في كلية الحربية، بس بتقدم كضابط متخصص. يبقى اذا انت مش هتقدم شبه طالب ثانوية عامة اللي لسه داخل شرطة يقعد 4 سنين. لا، انت هنا بتدخل طالب حقوق بيدخل كلية الشرطة والحربية او كضابط متخصص، بيقعد سنة واحدة بس دراسة. بتاخد سنة واحدة بس في كلية الشرطة وتتخرج بتعلق النجمة بتاعتك. أظن أنا كده جاوبتك على كل الأسئلة اللي ممكن تكون في دماغك. يا رب أكون وفقت في الإجابة. وأي حد عنده أي سؤال يسيب لي كومنتس والتيم بتاعنا هيتواصل. واوعى تنسى إن أنت تحفظ اسم ليجل هاوس، علشان قدام الكلية هتحتاج التيم بتاعنا في أي حاجة هتلاقيه في خدمتك. بالتوفيق يا شباب، ومنتظر رسائلكم والكومنتس بتاعتكم.